تعالي هنا. انت رايحه فين؟ راجعه بيتي يا ماما. راجعه بيتك؟ لا انت مش خلاص يا ترجعي. ماما، انا كده قلت لك بصي بقى، مش عايزه كلام كتير على الصبح. انت مش هترجعي بيتك. لما كنت بقولك روحي بيتك وضللي على بيتك وخلي بالك من ولادك ومشاكلك، وكل البيوت فيها مشاكل، عشان انا عارفه ان المشاكل على القد والدنيا بتمشي وكلنا بنستحمل وكله بيستحمل. لكن ما جاتش لحد الاهانه وكسره النفس، ما جاتش لحد ان اخواته وامه وكله يهين فيكي ويمد ايده عليكي وهو واقف يقولك معلش. يعني ايه معلش؟ اهانتك من اهانته وكرامتك من كرامته، وزي ما كرامتك من كرامته فكرامتك من كرامتي. انت ضنايا. انا لما بمشيكي وبرجعك بيتك فانا خايفه عليكي وبضلل على بيتك، مش عايزه خراب. لكن لما الاقيه هو بيعمل معاكي كده يبقى لحد هنا ونقف. هو عشان عارف ان ابوكي ميت؟ لا يا حبيبتي، انا طلعتك وجوزتك واديتك لراجل قد المسؤوليه عشان خايفه عليكي. لكن لما الاقي الراجل مش قد المسؤوليه ويهين ويقل في ادبه ويكسر بنفسك ويقلل ثقته فيكي كمان، خيانه وجه وبس على راسك واستحملنا. قلت لك روحي بيتك. كلمه وحشه واقول لك معلش، امه تهين وتضايقك واقول لك يا بنتي زي امك. لكن ما جاتش لحد ما اخوتي يمد ايده عليك وهو كمان يمد ايده. لا يا حبيبتي، تقعدي هنا تاكلي انت وولادك، ولو انا هموت هعمل لك كل اللي نفسك فيه. بس ما تتكلميش، وانا هكلمه النهارده يجيلي ويعرف يعني ايه ست ويعني ايه مسؤوليه ويعني ايه ست ما يكسرش بنفسها ويعني ايه ست يتضل عليه وعلى بيته. ده انت يا حبيبتي، ده انت اول حاجه، انت اول واحده لما بيعيا انت واحده اللي هتشيليه. انت اللي بتشيلي اهله لما بيجوا بتحط لهم الحلو كله. انت اللي بتعملوا كل حاجه كويسه، في الاخر كمان تتهني. اقعدي يا بت، مفيش مروح.